رجع الغالي يا عمو، رجع الغالي. شو عم تقول؟ شو عم تقول؟ الله ارمي خنجرك. شو هالجو الدراما اللي عم بعمله؟ شو هالهبل هاد؟ طبعا ما كنت مسافر، بس هاي المقدمة حبيت اعملكم اياها. رجعت لكم فيديو جديد، اذا بدك تعرف كملت الفيديو احضرني للاخير. مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد. اليوم الفيديو مختلف عن الفيديوهات القديمه، السكتشات. حبيت اطلع عليكم قبل ما نرجع بالقناه ننزل لكم فيديوهات حلوه. اذا انت او انت اول مره عم تشوفوني بالقناه، بتمنى منكم تشتركوا بقناتي، بتشرف بالجميع، وتشوفوا الفيديوهات القديمه والسكتشات اللي بقدمها، وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. عم بقدم شغلات كتير حلوه، ان شاء الله تنال اعجابكم. حبايبي، بالوقت اللي عم تشوفوا هذا الفيديو بيكون مر على اول فيديو سنه كامله. انا صار لي سنه كامله فاتح هاي القناه. طبعا من بعد 5 شهور او 6 شهور وصلت للرقم 1000، وكانت فرحه كتير كبيره، وكانت عيديه منكم كتير حلوه بعيد الصغير السنه الماضيه 2020، وكانت فرحه كتير كبيره. وعملنا فيديو وعايدناكم وشكرناكم على هذا الشيء. والألف الثانيه صارت من بعدها. من بعد هذا الشيء صار لي تقريبا انا 4 شهور قاطع عن القناه وما عم بنزلكم شيء لاسباب عديده. الصراحه انا ما بحب اقطع عن القناه. هذه القناه يعني القناه كنت عاملها لمجرد انه ترفيه وتسليه، وتعلقت فيكم مثل ما انتم تعلقتوا فيني. صرت ما اقدر انه انا اقصر على القناه، بس في شغلات كثير ضروريه وكثير كانت غصب عني خلتني انه اقطع عن القناه. وكنت عم بعمل بس مباشر احيانا يوم بالجمعه، احيانا يومين بالجمعه، كانت الشغله كثير ممتعه لإلي اني عم بتواصل معكم وبسمع ارائكم وانتقاداتكم بشكل مباشر، ونصايحكم لإلي بالقناه، شو بدي اعمل، شو بدي اساوي. بس انا من فتره مثل ما بتعرفوا انا بشتغل، انا مالي معتمد على اليوتيوب كهوايه عامله، مجرد هوايه وتسليه يعني. مالي معتمد على اليوتيوب. انا بشتغل تقريبا شي 12 او 13 ساعه باليوم، وكنت استغل ايام العطله الاحد، لحتى اقدر اصور لكم ومنتج لكم. طبعا كل سكتش بده تصوير اكثر من ساعتين، من عدا المونتاج بياكل معي كثير وقت وجهد. وكانت المعدات كثير بسيطه اللي عندي. ما كنت اقدر انه اصور انا بموبايلي، ما كنت اقدر انه منتج بموبايلي. كانت المعدات كثير بسيطه، وانا الوقت ما قدرت انه شوي اطور بالمعدات اللي عندي. هي اول شغله. ثاني شغله، من فتره 4 شهور عدت علي ظروف كثير صعبه. اول ظرف انه عدى علي، صار عندي ضغط كثير بالشغل، ومشاكل ضغط وامور كثيره صارت معي. فما ما كنت بنفسيه او بظرف انه انا اقدر انه اعمل سكتشات. ما كنت مهيئ نفسيا لهذا الشيء. الشغله الحلوه الوحيده اللي صارت معي بهاي الفتره انقطاعي عنكم بهالقناه، انه الله رزقني ولد الحمد لله رب العالمين. صار عندي صبيين وبنت، سميته محمد. الله يبعث للجميع الكل المشتهي باذن الله تعالى. هاي الشغله الوحيده الحلوه اللي صارت معي الحمد لله. ما كان عندي وقت اني انا اصور. كان في عندي ضغط، وكان في عندي كثير مشاكل بالشغل، وغيرت شغلي، اشتغلت بغير محل، والحمد لله الامور صارت احسن. فهلا كمان كان في عندي ضغط بالشغل الثاني، ما كنت عم بقدر. حتى يوم الاحد كنت عم بداوم، ما عم بقدر بصور لكم، كرمال هيك ما عاد صورت بالقناه. بس هلا رجعنا عن جديد ان شاء الله. وهلا رجعنا من جديد ان شاء الله رح نرجع نصور لكم ونقدم لكم سكتشات حلوه
باذن الله تعالى سكتشات اللي تعودتوا عليها وحبيتوها. وهيك بكون وصلنا لنهايه الفيديو وخلص الحكي اللي كنت بدي اقوله. وبتمنى منكم ترجعوا تتفاعلوا بالقناه وتشوفوا الفيديوهات القديمه لترجع القناه يصير فيها تفاعل، وتشجعوني اكثر لحتى انزلكم فيديوهات. رح نرجع عن جديد ان شاء الله باذن الله تعالى. ادعوا لنا واتمنى منكم تعلقوا لي باحلى فيديو شفتوه بالقناه. بدي تعليق بالكل. ضلوا بصحه وعافيه وخير والى اللقاء. سلام.